ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. حبيت ان انا اشارك معاكم كده يعتبر اول 3 ايام في الدراسة. ليه اول 3 ايام؟ لان هما السنة دي عملوا نظام شوية يعني مختلف. الصفوف الاولى راحت يوم المفروض الحد اللي هو 22/9، والصفوف العليا راحت يوم الاثنين، وكلهم بقى مع بعض كده من يوم التلات انتظموا يعني سوا. ده بقى اللي هو كان يوم ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله، خلاص وعد. كان يوم السبت بالليل. كنت بحضر بقى حاجة الكتكوت بقى أول يوم دراسة وأول يوم مرة تدخل المدرسة، أول سنة ليها يعني. فطبعا كل حاجة جميلة وجديدة كده وإحساس حلو أوي أوي. أنا نفسي باحس كده إن أنا باسترجع ذكريات الطفولة معاهم، أمّا باجيب لهم أي حاجة جديدة وابقى حاسة إن هُم فرحانين بيها وماشيين بيها بقى وماسكينها رايحين جايين. يعني أنا بابقى فرحانة أكتر منهم. أنا باحب الكراسات الجديدة وريحتها أوي، ريحة الأساتيك الجديدة، ريحة حاجات الأدوات المدرسة الجديدة دي يعني باحب ريحتها أوي. فحضّرت أنا بقى، كنت باحضّر الحاجات بتاعتها. أنا متعوّدة كده من يوم ما ابني دخل المدرسة إن أنا لازم أحضّر لهم اللبس، أضبّط اللبس بتاعهم وأضبّط الlunch box والكراسات، كل ده من بالليل، لإن طبعًا الصبح إحنا بنقوم أنتم عارفين بعين واحدة كده بنبقى مراكز مش شايفينهم أصلًا. فأنتم عارفين بقى اللي هو الحماس اللي بلا هدف بتاع أول يوم الدراسة ده. اللي ليلته أصلًا هُم ما بيناموش كويس لإن لسه واخدين على السهر ومش منتظمين ومش عارفين. أنا حاولت إن أنا آجي قبل الأسبوع اللي هو قبل الدراسة إن أنا أضبّط نومهم، طبعًا بلا هدف، بلا فائدة، ما عرفتش أعمل أي حاجة. ف هي نامت بالضبط ساعتين، اليوم ده هي نامت ساعتين من 10 ل12، أنت حاسة اللي هي التكويعة بتاعة آخر النهار، هي حسيتها كده. نامت من 12 ل14، وصحت لحد تاني يوم ما راحت للمدرسة وكده. طبعًا في إيد بتتحشّر معايا وإحنا بنعمل لأ ده أخوها بقى، كانت هي نامت هو كان لسه صاحي، هو نام هي بقى صحت، يعني هُم بيبدّلوا كده سوا. آآ لسه بنحاول نضبّط النوم، بس أنا عندي يعني باحاول شوية إن أنا يعني مواعيد المدرسة هو سهم كده لازم، الميعاد ميعاد، لازم تنام في الوقت كذا. باحاول على قد ما باقدر، طبعًا ساعات يعني الموضوع ما بيضبطش. إحنا كنا استلمنا الكُتب في اليوم التعريفي ده وجلدناهم. جِبت لها كراستين كده لحد ما شوفي لحد بحر الكراسات اللي إحنا عايمين في بحر كراسات، إحنا كل يوم بنجيب كراسات. آآ كراسات بلا هدف، إيه كل الكراسات دي؟ كراسات وكشاكيل وحاجات كل يوم، كل يوم إحنا عايزين كراسات، عايزين أنتم بتعملوا إيه بالكراسات دي يا ولاد؟ لسه إحنا مش فاهمين حاجة، إحنا مش فاهمين أي حاجة لسه. دول أساتك على فكرة. التوَّج ده أنا نزلت جبتها لها ليلة المدرسة غير التوَّج الأولانية. حسيت التسريحة اللي أنا شايفاها بقى على الإنستا كده محتاجة التوَّج دي، قُلت لأ ما بدّهاش، لازم أروح أجيب التوَّج دي. وهل عملت التسريحة بتاعة التوَّج دي؟ والله ما عملتها، عملت تسريحة تانية حاجة تانية. إحنا بقى لنا أسبوع نايمين على الإنستا وعلى التيك توك عشان التساريح بتاعة أول أسبوع دراسة، مغامراتي مع أول أسبوع دراسة. مليت الفلاسك، خلاص عرفت اسمها افتكرته. مليت الفلاسك بتاعة الكتكوت، وطبعًا كنت وغسلت الlunch box وما عملتش أي افتكاسات في أي حاجة، هو ساندوتش لانشون عشان هي عايزاه، وطبعًا مش باجيبه كتير، وبسكوتة وكيس عصير، والحمد لله اللي جيت لي بيهم والله ما أكلتش أي حاجة، ولسه بقى مش واخدة على المكان، وهي من النوع اللي مش اجتماعية وكده، وبتبقى هايبة كل مكان تروحه، وهي لسه لحد دلوقتي هايبة حاجة مش فاهماها. عايزة أخوها يروح يوقّفها في الطابور ويروح مش عارفة إيه. هو طبعًا هو ماشي أصلًا بلا هدف كده، فما بيعملش أي حاجة. ما علينا. حضّرت الlunch box بتاعها بقى، أنا باحب الشنطة بتاعتها دي أوي، والله. خامتها إلى يعني لحد دلوقتي طبعًا إحنا لسه ما استخدمناهاش استخدام نقول إن هو خامتها، بس خامتها عاجباني وكبيرة وبتاخد كتير. يعني إن شاء الله بإذن الله من غير مقاطعة يا رب يعني هتكمّل معانا بإذن الله شوية، شوية أكيد يعني. أنا عندي شنطة تانية جديدة أصلًا، بس اللي هي مشغولة دي، بس أنا خُفت اللي هي ما تكفّيش، فعشان كده جِبت دي. إن شاء الله بإذن الله هابقى أورّيها لكم. وهنا الآن دقّت ساعة العمل، دقّت ساعة الصفر، الساعة 6:30 AM.
عملنا التسريحة دي بعد 39,000 تسريحة من على الانستا والتيك توك، وبنحفظ في التساريح وبصدرها لكل الناس عندي في الشتا عينها عندهم عشان ما انساهاش. عملت التسريحة دي ان اي حاجة تلم شعرها كله عشان ما يهش طبعا وكده. وده كان الكتكوت في اول يوم دراسة. خلاص يا ناس، خلاص. انا بحب قوي اصور حاجتهم في اول يوم. انا معايا الصور بتاعتي من بتاعت ال3 سنين اللي فاتوا. بحب قوي ان انا اصور لهم كل ادواتهم صورة كده وعنها عندي للذكر. ده بقى كان تاني يوم. خلاص احنا عدينا اول يوم. ده بقى تاني يوم. ده ادوات مودي. هو كان عايز القلم المسدس ده، ما اقولكوش، مع انه طبعا مش عملي، والقلم السنان، البراية والاستيكة والالوان والمقلمة كانوا جايين له في عيد ميلاده السنة اللي فاتت مش السنة دي. هو انا ما عملتوش السنة دي حاجة يعني، السنة اللي فاتت. ف كنت عيناهم. كان جاله في السنة اللي هو السنة اللي فاتت كان جاله يعني حاجتين، أدوات من شخصين. فكان استخدم السنة اللي فاتت حاجة وده الحاجة التانية. نفعوني جدا جدا ووفروا عليا يعني حبة حلوين. كان كفاية بقى ان انا اجيب لي الكتكوت لوحدها. وان شاء الله باذن الله يحافظوا عليهم بقى. كفايه مقالم بقى. عملت له الالوان كده. الالوان بصراحه الخامات جميله قوي. البرايه تحفه والاستيكه مسحها حلو وشكلها تحفه جدا. يقول اللي هو يا ماما كل ما حد يشوفها يبقى عايز يمسح بيها ويعمل اللي بيستخدم بالبرايه. وما شاء الله برضو الالوان جميله قوي قوي، خامتها جميله. ودي كانت الشنطه بتاعته انا كنت جايبها له السنه اللي فاتت. وعملت حركه خبيثه كده، يعني خليته اللي هو اشتلها اول اسبوع دراسه، وبعد كده غسلتها وعنتها، وكان عندي شنطه تانية كده صلحت ما يمكن تصليحه فيها، وبقى شغال بيها طول السنه. عشان انا كنت عامله حسابي ان انا هبقى في حاجه زي كده لو باذن الله السنه اللي بعدها اختي هتدخل وهيبقى عايزين لي الاتنين حاجات كده مع بعض. فقلت ان انا اخف على نفسي، لان كان الشنطه بتاعته كانتش هتستحمل اكتر من كده، كانت يعني بتفرفر شويه. البنطلون بتاعه جديد، والشراب القميص اللي هو بس كان عنده، والكوتشي يعني. وكده حضرنا حاجات حنبله القله. طبعا حاجات البنات بقى بينكات بقى وحركات وتكات وحاجات. نيجي بقى، هو طبعا انا مشتريتلوش اي ادوات، يعني ما اشتريتلوش لانش بوكس ولا ازازه، لان هما كويسين جدا. وان شاء الله باذن الله يعني غير ما اقطع عليك يا كريم، لو كارما ما حصلش حاجه الادوات برضه هعناها له. مش لازم نشتري كل سنه طالما الحاجات ينفع ان احنا نستخدمها، لان الحاجات بتغلى، وبصراحه في حاجات بتطلع مسؤوليات بتكتر، وبقى في حاجات اولى واهم. خراشي حنبله القله. طبعا هو رفض حكايه البنطلون جوه قصدي القميص جوه البنطلون وشاله. وده بقى كان تاني يوم. ده بقى تالت يوم، والحمد لله هما الاتنين نازلين سوا. خلاصي. وبكده يكون اول اسبوع من الدراسة بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.